صاحبتي استلفت اللابتوب بتاعي وقالت هترجعه بعد يومين، لكن اكتشفت إنها مش بتعمل برزنتيشن. الحكاية بدأت لما بسمة طلبت تستلف اللابتوب بتاعي عشان عندها برزنتيشن للفاينل، وقعدت تعيط وتقول اللاب بتاعها مش شغال. قلت لها ماشي، بس أنا كنت محتاجة اللابتوب عشان عندي تسليم لبحث في مادة تانية. بسمة حلفت لي 100 يمين إنها هترجعهولي الخميس بالليل. يوم الخميس جه وعدا، ولا شفت بسمة ولا شفت اللابتوب. على الساعة 11 بالليل كده بعت لها رسالة بسألها هي فين. ردت عليا وقالت لي أول ما أخلص هجيبهولك الصبح. قلت لها أنا محتاجاها قبل يوم الاثنين. يوم السبت رحت خبطت على أوضتها، طلعت لي واحدة صاحبتها وقالت لي دي سافرت لبيت أهلها وأخدت اللابتوب معاها. كلمتها وأنا على آخري وبزعق، لقيتها باردة جدا وبتتكلم ولا كأن في حاجة، وقالت لي يا بنتي هجيبهولك الأحد بالليل. لما فهمتها إن البحث بتاعي على اللابتوب ردت بكل وقاحة اتصرفي بقى، وقفلت السكة في وشي. أنا كنت منزلة برنامج تتبع على اللابتوب بتاعي بعد ما اتسرق مني في المكتبة قبل كده، والبرنامج ده بيديني صلاحية أدخل وأتحكم في كل حاجة من بعيد. فتحت التطبيق وفعلا لقيت اللابتوب في بيت أهلها. بس الأهم من كده أنا قدرت أعرف هي بتعمل إيه على الجهاز. وهنا كانت الصدمة. بسمة ما كنتش مستلفت اللابتوب عشان البرزنتيشن بتاعتها بس. الهانم دخلت على البحث بتاعي وبتنسخ كل حاجة، وأنا بقدر أتحكم في كل حاجة في اللاب. ومنها رحت دخلت على الإيميل بتاعها وعملت إعادة إرسال للبحث، بس أرسلت بداله من إيميلها بحث جديد ومميز من تصميمي. يوم الأحد بالليل رجعت لي اللابتوب وعاملة فيها بريئة وبتتعامل عادي جدا. البحث اللي أنا أرسلته من إيميل بسمة للدكتور كان سيء جدا وكله معلومات سطحية، والأهم من كده إني كنت ناسخة الحتة اللي بتظهر في نهاية أي بحث من شات جي بي تي وحطيتها في وسط الكلام عشان تتفضح تماما. النتيجة بسمة مش بس أخدت صفر، دي كمان اتحولت لمجلس تأديب. وبما إن البحث عليه 40% من المادة شالت المادة كلها وسقطت. الموضوع مخلصش هنا. بسمة كان لازم تعيد المادة دي في الصيف، ومصاريف السمر كورس في جامعتنا غالية جدا. وطبعا أهلها لما عرفوا بالحقيقة قالوا لها هتدفعيهم من جيبك. بعد أسبوعين بسمة شافتني في كافتيريا الجامعة وجاية بكل عين قوية تطالبني أدفع عنها. قالت إيه؟ أنا السبب في إنها اتفضحت. وبتقول بزعيق لو ما كنتيش عاملة فيها جيمس بوند ما كانش كل ده حصل. البنات والطلبة كلهم بدأوا يبصوا علينا، فكل اللي عملته إني هزيت كتافي وقلت لها كنت فكري في الكلام ده قبل ما تسرقي. في الآخر أهلها عرفوا السبب الحقيقي ليه سقطت، فمنعوا عنها المصروف تماما لطول فترة الجامعة، واضطرت تشتغل في كافتيريا الجامعة عشان تصرف على نفسها. ومش بس كده، دي اتخرجت متأخرة فصل كامل، وبقى عندها مخالفة أمانة أكاديمية دايمة في ملفها. وعرفت من واحدة صاحبتنا إن المخالفة دي طيرت منها تدريب أحلامها في شركة كبيرة عشان عملوا عليها تحريات ورفضوها.